في شاب عادي جدا، مش غبي، بس دماغه بقيت تقيلة شوية. في يوم صحي من النوم، بص في الموبايل، سكرول فيديو ورا فيديو، ساعة عدت، ساعتين، وهو مش حاسس. وقف فجأة وقال: هو أنا ليه حاسس إني مش مركز؟ ليه دماغي بقيت زحمة؟ مش فاهم حاجة. صوت غريب جاله من جواه: أخيرا خدت بالك. اتخض، قال: مين الصوت ده؟ الصوت رد: أنا دماغك اللي انت سايبه يتعفن. سكت شوية وقال بتوتر: تعفن؟ انت بتهزر؟ الدماغ ضحك ضحكة باهتة: لا يا بطل، دي اسمها ضباب دماغ، مش تعب عادي، ده نتيجة اللي انت عايش فيه. بدأت المشاهد تتقلب قدامه، نفس اليوم بيتكرر، نفس الروتين، نفس السوشيال ميديا، مفيش دهشة، مفيش جديد. الدماغ قال له: فاكر زمان كنت بتسأل، بتفكر، بتستغرب، دلوقتي بقيت بتستهلك وخلاص. الشاب بص حواليه وقال: طب أنا عملت إيه لكل ده؟ الدماغ ردت ببرود: ولا حاجة. ودي المشكلة، المشهد بيتغير، الشاب قاعد لوحده، مفيش تركيز، بيفتح حاجة يقفلها، بيفكر وينسى. الدماغ بدأ يعدد: ملل طول الوقت، تركيز في الأرض، الشغف مش موجود، ردود فعلك بقت بطيئة، إبداعك نام من زمان. الشاب بدأ يتوتر: طب أعمل إيه؟ أنا كده بضيع. الدماغ سكتت لحظة وبعدين قال: لو كملت كده هتدخل في خمول ومش هتعرف تطلع بسهولة. سكت وحس بتقل، وفجأة الدماغ قال: بس الحل مش زي ما انت متخيل. الشاب توقع حاجة معقدة، كتب، كورسات، خطط. الدماغ قطعه: لا، دقيقة واحدة بس. الشاب: دقيقة؟ الدماغ: أيوة، أول خطوة بس. والمشهد بيتغير، الشاب ماسك كتاب غريب عليه، مش فاهمه قوي بس بيحاول. مشهد تاني، بيكتب أفكار ملخبطة في كشكول. مشهد تالت، نازل يتمشى وبيتحرك. والمشهد الرابع، بيتكلم مع حد جديد، نقاش، اختلاف، تفكير. الدماغ صوته بدأ يقوى: شايف؟ أنا محتاج حركة، تحدي، مش سكرول بلا هدف. الشاب وقف فجأة وقال: طب والسوشيال ميديا؟ الدماغ ردت بسرعة: مصيدة، لو سبت نفسك ليها هترجع لنقطة الصفر. والمشهد الأخير كان الشاب واقف بيبص لنفسه في المراية، والدماغ بيقوله بهدوء: أنا زي العضلة، تسيبني أضعف، تدربني أقوى. سكت لحظة وبعدين قال الجملة اللي خلصت كل حاجة: التغيير مش محتاج معجزة، محتاج قرار، وبيبدأ في دقيقة. والشاب واقف قدام اختيارين: يسيب دماغه يصدي أو يبدأ أول خطوة دلوقتي. واللي مضحك شوية إن القرار ده مش في القصة، في إيدك إنت.